لما نيجي نتكلم عن نجوم الألفية هنلاقي إن كل واحد فيهم كانت فيه حاجة بتميزه عن التاني. يعني مثلا أحمد حلمي دمه خفيف، أحمد عز وسيم وملامحه بتأهله لكل الأدوار. أحمد السقا بقى حريف أكشن. بعيدا عن التلات نجوم اللي أنا ذكرتهم دلوقتي، كريم عبد العزيز جمع بين كل المميزات بتاعتهم. خفة الدم موجودة في معظم أفلامه اللي أغلبها بتكون لايت كوميدي. عايز اقولك ان افيهات كريم عبد العزيز معلقة في دماغي اكتر من افيهات حلمي. ده غير الاكشن اللي هو بينافس بيه السقا. يمكن افلام الاكشن اللي قدمها كانت قليلة بعكس السقا اللي قدم افلام كتير من النوعية دي. لكن كريم كانت مميزة جدا. طيب قبل ما اكمل كلامي عن كريم عبد العزيز ونعرف هو ليه ألف جيله، عايزك يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصات هيبدأ الحكاية. حكاية كريم عبد العزيز مع التمثيل بتبدأ بدري قوي من وهو طفل صغير لما بيشارك في فيلم المشبوه مع عادل إمام وسعاد حسني. ومن هنا كريم بيحب التمثيل وبيشوف إن دي أنسب مهنة ليه، وعشان كده بيدخل معهد السينما وبيدرس هناك الإخراج. وأول لما بيتخرج من المعهد بيشارك في مسلسل امرأة من زمن الحب مع الفنانة سميرة أحمد. والدور ده كان وش السعادة عليه لأنه بعدها بيشارك في فيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين. وطبعا مش محتاج اقول لكم قد ايه الفيلم ده كان ناجح جدا، وكوميديته كلها قايمة على المثلث اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد عبود على الحدود كريم بيبتدي رحلة البطولة المطلقة بفيلم حرامية في كي جي 2، والفيلم كان خطوة مميزة جدا لكريم، ونقدر نقول انه كان بداية موفقة لكريم عبد العزيز. الفيلم كان ناجح جدا، وبسبب النجاح الكبير اللي حققه صناعه قرروا يستثمروا النجاح ده ويقدموا جزء تاني من الفيلم بعنوان حرامية في تايلاند. بس الفيلم كان أقل نجاحا شوية من الجزء الأول، برغم انه اصلا كان بنفس فريق العمل زي حنان ترك وماجد الكدواني. بس للأسف النص المرة دي كان ضعيف شوية. بعد كده في سنة 2004 كريم عبد العزيز بيقرر انه يمشي في سكة افلام اللايت كوميدي، وبيقدم فيلم الباشا تلميذ، الفيلم اللي يعتبر من افضل افلام كريم عبد العزيز، طبعا مع وجود كاست مميز زي حسن حسني ورامز جلال ومحمد رجب. الفيلم ده راح في حتة تانية خالص بالكاست الجميل ده. بعدها كريم عبد العزيز في سنة 2005 بيتقمص شخصية أبو علي، وكالعادة الفيلم كان مليان إفيهات حلوة كتير زي كوكو الضعيف ومريم. باختصار طلعت زكريا كان فاكهة الفيلم، وهو اللي كان شايل الفيلم مع كريم عبد العزيز. وفي سنة 2006 كريم عبد العزيز بيبعد خالص عن الكوميديا وبيقرر إنه يقدم دور تراجيدي في فيلم واحد من الناس. وكمان دي كانت أول مرة نشوف كريم عبد العزيز بيقدم أكشن. السيجارة دي شرعي؟ لا عرفي. طب ارميها بسرعة هتروح في داهية. في السنين اللي بعد كده كريم عبد العزيز بيقدم أعمال مهمة زي فيلم في محطة مصر وخارج عن القانون، وغيرها من الأعمال المهمة اللي علت من نجوميته كنجم شباك، لغاية ما تيجي سنة 2009 وبيقتحم كريم عبد العزيز عالم الجاسوسية والمخابرات بفيلم ولاد العم. الفيلم ده كان محقق ضجة كبيرة وقت عرضه، وفي ناس كتير بتحب تشوف الفيلم ده عشان المباراة التمثيلية اللي كانت بين كريم عبد العزيز وشريف منير. والمرعب في كل ده واللي محدش فيكم يعرفه إن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية. وفي سنة 2011 كريم بيرجع تاني لسكة أفلام اللايت كوميدي بفيلم فاصل ونعود، لكن الفيلم للأسف ما بيحالفوش الحظ وما بيحققش أي نجاح يذكر في السينما، لكنه لما اتعرض في التلفزيون بعدها حقق نجاح كبير جدا. بالنسبة ليا هو مش من أفضل أعمال كريم. الفيلم قصته مسروقة من فيلم هندي اسمه جاجني لعامر خان. في الفيلم الهندي البطل كان بيفقد الذاكرة كل 15 دقيقة، أما في النسخة المصرية عندنا البطل بيفقد الذاكرة كل 5 ثواني. إيه الإبداع ده يا جماعة! بعد كده في سنة 2012 بيغيب كريم عن السينما وبيروح للدراما عشان يقدم مسلسل الهروب اللي برضه محققش نجاح كبير، وقليل أوي لو لقيت المسلسل ده بيتعرض على القنوات. باختصار لو اتكلمنا عن سنة 2011 و2012 فهم كانوا أسوأ السنين اللي عدت على كريم عبد العزيز في مشواره الفني. وفي سنة 2014 بقى كريم عبد العزيز كان مستنيله نجاح كبير. كريم في السنة دي قدم فيلم الفيل الأزرق اللي عمل نقلة كبيرة لكريم في مسيرته وعلى من نجوميته بشكل كبير. الفيلم ما عملش نقلة فنية بس لكريم، ده عمل نقلة للسينما المصرية على مستوى أفلام الرعب النفسي. حقيقي الفيلم كان مبهر، قصة وإخراج وتمثيل، عمل متكامل.
وفي 2015 كريم عبد العزيز بيقدم مسلسل وش تاني، وكالعادة كريم حظه وحش في الدراما، والمسلسل محققش النجاح المطلوب، وبرضه قليل لو لقيت المسلسل ده بيتعرض في التلفزيون. لكن في سنة 2017 كريم عبد العزيز بيكسر عقدته مع الدراما لما بيقدم مسلسل الزيبق، وهنا كريم بيرجع تاني لعالم الجاسوسية والمخابرات بعد فيلم ولاد العم اللي قدمه سنة 2009. بس كريم ما بيرجعش لوحده، ده بياخد معاه شريف منير اللي بيشارك في المسلسل، بس المرة دي شريف منير هنا مش شرير، ده في صف كريم. ناس كتير بتشوف مسلسل الزيبق من أحسن مسلسلات الجاسوسية اللي قدمتها الدراما المصرية، وده حقيقي. المسلسل كان حلو جدا، بس للأسف زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. نهاية المسلسل بتنتهي نهاية مفتوحة، وكان واضح جدا ان في جزء تاني من العمل، بس للأسف لحد دلوقتي الجزء التاني من الزيبق ما اتعملش ولا نزل حتى. وبصراحة أنا معرفش ايه الأسباب اللي خلتهم ما يعملوش الجزء التاني لحد دلوقتي. في سنة 2019 كريم عبد العزيز بيجسد نشاطه الفني لما بيقدم فيلمين في السنة. أول فيلم كان نادي الرجال السري، وفي الفيلم ده رجعنا لجو النوستالجيا الجميل اللي بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني. حقيقي كان وحشني الدويتو ده من أيام حرامية في تايلاند. بعد النجاح الكبير اللي حققه نادي الرجال السري، كريم عبد العزيز بيحقق نجاح أضخم في الجزء التاني من الفيل الأزرق، وبعد 5 سنين بنشوف كريم عبد العزيز بيرجع تاني لعالم 8 غرب، بس المرة دي اللغز هيكون معقد أكتر، وكمان الحل هيكون أصعب. الفيلم حقق إيرادات كتير عدت 100 مليون جنيه، وكان هو أول فيلم مصري يحقق الرقم ده في الوقت ده. وفي سنة 2021 بيقدم كريم عبد العزيز أعمال مهمة زي فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ومسلسل الاختيار. وفي سنة 2022 بيتعاون مع أحمد عز في فيلم كيرة والجن المأخوذ من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، والفيلم حقق نجاح ضخم جدا. وفي سنة 2023 بيرجع تاني لسكة أفلام اللايت كوميدي بفيلم بيت الروبي اللي بيحكي لينا عن أضرار السوشيال ميديا. الفيلم كمل سلسلة نجاحات كريم في السينما. طيب اتكلمنا كتير عن كريم وقد ايه هو حظه وحش في الدراما، لكن كل ده بيتغير لما بيقدم مسلسل الحشاشين في سنة 2024 اللي بيجسد فيه شخصية حسن الصباح رئيس طائفة الحشاشين. الحشاشين عمل نقلة كبيرة للدراما المصرية على مستوى الأعمال التاريخية اللي كانت غايبة عن خريطة الدراما في الوقت ده، وكان آخر أعمال كريم فيلم المشروع إكس اللي حقق نجاح كبير في السينما. في نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم إيه أكتر فيلم بتحبوه لكريم عبد العزيز، ولو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ابن الصباح البكري وحبيبه وقرة عينه عايز يكون فاهم اذا كان هو ده السبب. تحب تشوفهم؟ لا، خدوهم منه وكرموهم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.